حبايبي الغاليين عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده هعمل معاكم بقى الكمونية بطريقة حلوة قوي وجميلة، بطريقة امهاتنا زمان اللي هي الحلوة كده اللي تخلي ريحتها مفحفحة جميلة، تخليكي تيجي تجري تاكلي منها على طول. هعملها معاكي بطريقة سهلة جدا وبسيطة. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. انا جبت الكرشة، شطفتها كده تحت الحنفية ونشفتها من المية، وجبت دقيق وفرغتها بالدقيق من كل ناحية، لان الدقيق بينضفها وبيخلي ما فيهاش اي ريحة، ولو فيها اي حاجة ماسكة فيها مش شوائب وكده بتطلع في الدقيق. وبعد كده شطفتها تحت الحنفية بمية جارية، بعدين رحت نقعتها ساعتين في ملح وخل وليمون من غير مية، وسبتها ساعتين وشطفتها كويس ونقعتها مرة تاني. ودلوقتي هعمل لها خطوة تاني عشان تبقى ريحتها حلوة. هجيب هنا مية معايا سخنة، اول ما تغلي هحط، مش هتغلي قوي يعني، هحط فيها الكرشة. انا هنا مقطعاها حتت كبيرة عشان زي ما انتوا شايفين كده وهي بتنزل بتكش، فانا لو قطعتها من الاول هتصغر قوي. فانا بديها سلقتين كده لغاية لما تكش وتاخد الوضع بتاعها، هبتدي اقطعها. انا غليت المية هنا هتاخد عليها غلوة، بقلب المية دي وبحط لها مية سخنة تاني، وبديها غلوة تاني في مية تانية. ليه المرتين دول؟ مع الغسيل اللي احنا غسلناه والنقع بيضيع اي ريحة مش مستحبة فيها. تمام. بعد ما غليتها مرة وكبيت المية وغليتها مرة تاني، قطعتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انتي بتقطعي بالحجم اللي انتي تحبيه. مرضتش اقطعها من الاول عشان عارفه ان هي هتكش، فهي هتبقى هتثبت على الوضع اللي انا عملته ده دلوقتي. تمام. دلوقتي بقى معايا ايه طريقه التسويه بتاعتها؟ معايا في الحله هنا فاضيه، ما فيهاش اي حاجه، لا ماده دهنيه ولا ميه ولا اي حاجه. هنزل بيها هي كده عشان خاطر تبتدي بقى مراحل التسويه على الهادي مش على نار عاليه. هحط لها دلوقتي بقى منكهات حلوه كده تخلي ريحتها حلوه وطعمها حلو. حطيت حبهان، وحطيت عود قرفة وورق لورا. دولت بيدوها طعم حلو، وكمان بيفرقوا جدا جدا في ريحتها، بيخلوا ريحتها حلوة قوي قوي. وهحط عليها كمان دلوقتي معلقة كده من الثوم المفروم، بتديها ريحة جبارة. انا اول ما حطيت الثوم عليها كده ونزل على الكرشة، غير الريحة خالص، بقت ريحتها حلوة جدا جدا. هخليها كده من غير اي مية دلوقتي بس شوية، وبعد كده هزود لها مية. ودلوقتي حطيت كمان عليها رشة من الفلفل الاسمر. هشوحها شوية وعلى نار هادية زي ما قلتلكوا، هغطيها وهسيبها شوية، هتنزل شوية مية كده صغيرين، وبعد كده هتشربهم. هوريها لك دلوقتي. المية فيها يا دوبك كده يعني الحلة بقت مبلولة كده شوية، نزلت مية بسيطة وتشربتها. انا بقى عشان اكمل التسوية بقى بتاعتها هزود لها شوية كده من المية السخنة، حوالي كوباية او كوبايتين كده مية، يعني مش بغطيها قوي بالمية، بتبقى نسبة قليلة. بسيبها كده تستوي، وكل شوية ايه اغطيها واروح اقلبها. لو قلت منها المية بزودها شوية مية صغيرين، والمية بتكون سخنة، ما تزودلهاش ميه من الحنفية عادية كده علشان ما تجلدش معاكي وتشد. هسيبها لما تستوي 3/4 سوا كده، وابتدي اعمل حاجة تاني فيها. بعد ما استوت معايا 3/4 سوا، صفيتها كده من المية اللي كانت فيها، وجيت هنا بقى في الحلة حطيت شوية من الزيت، معاهم معلقة كبيرة كده من الثوم المفروم، ومعايا واحد فلفل. لو انت حباها تكون حارة يبقى فلفل حار، او ممكن فلفل بارد عادي مفيش مشكلة، على حسب ما انت ما بتحبيها. بحمرها كده شوية التومة لغاية لما تاخد لون اصفر كده او ذهبي حلو، ما تغمقش معايا. هجيب بقى الكرشة ان انا هي كنت مسوياها 3/4 سوا عشان تاخد الجزء اللي فاضل في التسوية مع الطماطم. قلبتها كده كويس مع الثوم والفلفل في شوية الزيت دول. وانا كنت مجهزة الطماطم، انا كنت مسبكاها. تقدري تضربيها في الخلاط عادي وتحطيها على طول، او لو انتي مسبكاها شوية. انا كنت مسبكة كمية كده من الطماطم، فحطيتها عليها متسبكة كده على طول. انا عشان هي الطماطم هنا عندي تقيلة هزودها شوية كده من المية السخنة، لكن لو هي عندك الطماطم لسه ضرباها يعني لسه عاملاها عصراها، حطيها على طول. اديها كده شوية من المية السخنة عشان هي تخف معايا، لان هي مع التسوية
انتوا عارفين هي بتشرب المية فبتقل معاها وقوامها بيتقل، القوام بتاع الصلصة هيتقل معاكي شوية، فانتي راعي ان ما تحطيش الطماطم تكون تقيلة عشان لما تكمل التسوية تبقى مظبوطة معاكي. زودت لها كده رشة من الفلفل الاسمر ومعلقة من الكمون، علشان خاطر تبقى حلوة بقى، وهي كمونية لازم يتحط لها معلقة حلوة كده من الكمون. تمام، انا مش هحط عليها ملح خالص غير لما تستوي. تمام، بعد ما استوت معايا برضو كل ده على نار هادية، هي هتاخد وقت شوية معاكي على النار، بس افضل ان انتي تخلي النار هادية عشان تديكي نتيجة حلوة. لو النار عالية هتفضل المية اللي فيها تنشف والصلصة تنشف وما تستويش معاكي على طول، فانتي لما تهدي النار هتستوي معاكي كويس وتطلع معاكي حلوة قوي. هي كده استوت وجهزت وبقت تمام، حطيت لها الملح اللي فاضل، كان ده اخر حاجة هنحطها عليها. هظبط الملح وكده بقت حلوة جدا معايا. هبتدي بقى دلوقتي ان انا اطفي عليها واروح اجهزها عشان نتغدى بقى بيها. هي جهزت وهبتدي ان انا اغرفها دلوقتي، ما فيهاش اي حاجة. الناس اللي بتقلق من الريحة بتاعتها، لو مشيتي على خطوات الغسيل بتاعها بالدقيق وتنقعيها في الخل وليمون وملح وتغليها المرتين دول بمية سخنة وتكبي المية وتغليها مرة تاني، مش هتلاقي اي ريحة فيها ولا اي حاجة. والمنكهات اللي احنا حطيناها فيها كمان غيرت في طعمها خالص وخلت ريحتها حلوة قوي. اجمل كمونية هتاكليها، تحفة حلوة قوي قوي. واي حد مش بياكلها هيعملها بالطريقة دي هتعجبه بإذن الله. اشوفكم دايما بخير، سلام.